عطر منعش جدا، فخم، مناسب للاستخدامات الصباحية والرسمية وللمكتب وللأماكن المغلقة، للأجواء اللي بتميل أكثر لأنها تكون حارة وبميل أكثر إنه يكون رجالي. عطر 80 من براند البدعة القطرية. العطر نعمل له ريفورميوليشن بمكونات جديدة على إيد العطار يزيد رباخي بأفخم مصانع العطور، أتوقع انعمل بسمرايز. العطر عبارة عن قنبلة من الحمضيات مع النعنع واللافندر، كمان بافتتاحيته في الاناناس، فبامكانكم تتخيلوا الكومبينيشن بهاي الافتتاحيه. كمان في نوتات اروماتيك من الشيح. قلب العطر بصير فيه الياسمين مع الليلي اوف ذا فالي او زئبق الوادي، بالاضافه للجيرانيوم، فرح يكون في عندي ريحه وايت فلورال وجريني رائعه جدا. اما قاعده العطر رح تكون خشبيه ترابيه ايرثي بلمحات مسكيه عنبريه. فتدرج العطر جميل جدا، افتتاحيته رائعه ومنعشه لابعد درجه. للي بده عطر يكون فخم للاستخدامات الرسميه وللمكتب رح يكون هذا العطر المناسب له. العطر امن جدا للاستخدام، بامكانك ترش منه قد ما بدك، ما رح تنزعج ولا رح تزعج اللي حواليك. فوحانه ناعم، مكوناته نقيه جدا وهاديه، فرح يكون العطر قريب منك. اللي رح يكون قريب منك رح يشمه، رح يشم ريحه كتير حلوه عليك. كمان انا ممكن اخلي العطر معي بحيث اني ارجع ارش منه خلال اليوم، لانه البرفورمانس العطر حمضيات وايت فلورال ما راح يكون اقوى شيء بالدنيا. لكن بحب العطور اللي بتكون منعشه وبتعطي هاي البوست، خاصه بالفتره الصباحيه. انا كمال، اذا مهتمين بالعطور اعملوا لي فولو. هذا كان كل شيء بدي احكيه على العطر البدع 80.